إن الله يحب المحسنين. الحب كما نعرفه هو ميل قلب المحب إلى المحبوب، وذلك أمر بالنسبة للبشر، لكن بالنسبة للحق هو تودد الخالق بالرحمة والكرامة على المخلوق. والحق سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يكونوا على خلقه، فكما أن الله أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه يريد من عباده وقد تفضل عليهم بالعقل المفكر فيخطط، وبالطاقات فتبرز التفكير إلى عمل. يريد منا الحق أن يكون رائدنا في كل عمل أن نحسنه حتى نكون متخلقين بأخلاق الله، لأننا كما قلنا سابقا إذا وجدنا كل إنسان يحسن عمله فستشيع النغمة التي قلناها سابقا: كل مستقبل حسن في صنعة يقول الله. إذن فتشيع كلمة الله نغمة في الوجود تعليقا على كل شيء حسن، حتى الذي لا يؤمن بذلك الإله يقولها الله أيضا. فكأن الفطرة تنطق بأن كل حسن يجب أن ينسب إلى الله، سواء كان الله هو الذي فعل مباشرة كالأسباب والكونيات والنواميس أو خلق من فعل الحسن. يبقى كله يقول إلى من؟ يقول إلى الله. ولو علم الذين لا يحسنون أعمالهم ماذا يحرمون الوجود من لتحسروا على أنفسهم، وليتهم يحرمون الوجود من كلمة الله، ولكنهم يجعلون مكان الله كلمة خبيثة يقول أخيه، فيشيع القبح في الوجود. وحين يشيع القبح في الوجود لمصنوع له صنعة لا تتصوروا أن يحسن هو صنعته، سيقابل المجتمع برضه بأنه يفسد في إيه؟ صنعته، ويكون الإنسان في عمومه هو الخاسر. فقول الله والله يحب المحسنين تشجيع لكل من يلي عملا أن يحسنه ليكون على أخلاق الله. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. نسق القرآن نسق عجيب. أنتم تذكرون أنه تكلم عن الصيام، وبعد ذلك تكلم عن الحج، وجعل الأهلة مواقيت للناس، ورمضان شهوره قبل أشهر الحج، فيبقى أمر طبيعي. وأمر آخر يستدعي أن يتكلم في الحج، وهو أن الكلام في أصل القتال في الأشهر الحرم وعند الحرم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى. وفي آية لا يسألونك عن الأهلة جعلها مواقيت للناس وخص الحج. يبقى إذن الكلام عن الحج كلام سياقي طبيعي، كلام. حين يقول الله وأتموا الحج والعمرة نفهم منها إيه؟ لا تأمر بإتمام الشيء إلا إذا كان الشيء قد حق أن تفعله، وبعدين يقول لك أتمه، مش بداية مشروعية، لا ده بيقول لك أتم الحج، فكأنك بصدد أنك بدأت فيه، وبدأت فيه بتشريع، ويريد منك مش أن تحج، أن تتمه تجعله تاما مستوفيا لكل مطلوبات المشرع فيه. فربنا بيقول الله ودود، يعني محب لكم، عطوف. ولذلك في الحديث القدسي الذي جعل الله فيه منهج عباده المؤمنين يقول الله عز وجل:
يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه. انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، وكنت عندي محمودا. وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أيعيني رغيف عيش أسوقه لك؟ يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم أطلب منك عمل غد. يا ابن آدم أنا لك محب، هي دي بتاع ودود بقى، أنا لك فبحقي عليك كن لي محبا. الإنسان منا لما يجي يدعي إنه بيحب واحد من كل ما يتصل به يبقى محبوب. مش قال الشاعر وكل ما يفعله المحبوب ايه؟ محبوب. طب ان كنت بتحبني اتبعني. شوف خد بالك في كلمة اتبعني واستمع مني. اتبعني لا توجد الا في السلوك. يبقى عايز بقى تحب شوفني بعمل ايه؟ اعمل زي. انما تدعي كده انك انت بتحب وبعدين اللي بعمله انا ما تعملش زيي، انا انت ما تنفعش. فقال دليل صدقكم في الحب المدعى منكم ان تتبعوني، فان اتبعتموني يبقوا خدتم نعمه الله في التكليف على انها نعمه وقبلتموها منه مع ما فيها من المشقه عليكم، فيحبكم الله لأنكم آثرتم تكليفه على المشقة في التكليف. يبقى إذن المرحلة أنتم أحببتم الله للإيجاد وللإمداد، وبعد ذلك وقفتم في التكليف يبقى تقيل عليكم. نقول انظروا إلى التكليف، هل التكليف لصالح المكلف أم لصالح المكلف؟ إنه لصالح المكلف. تبقى يجب إنك أنت تضم للنعم إيجاد وإمداد وتكليف. فإن أحببته للإيجاد والإمداد جائز ماشي، تحبه للإيه؟ للتكليف، تحبه للتكليف تعمله. يبقى بعد أنت ما حبيت ربنا يبقى ربنا إيه؟ يحبك. أولا حبك لله لا يقدم ولا يؤخر، إنما حب الله لك يقدم ويؤخر. قول الحق سبحانه وتعالى فيما يعلمه لرسول الله ليقول لهم، قال له ايه؟ اتبعوني يحببكم الله. يعني انا ما انفصلتش عن ربنا، ما تعملوش ضرار بيني وبينه، ما تعملوش ايه؟ ضرار بيني وبينه. قال لان انا مبلغ عنه. طيب وبعدين قال ويغفر لكم. انتوا عارفين ويغفر لكم دي جايه، انتوا عارفين حكايه في التقنينات البشريه يقول لك ده اثر رجعي، يعني اللي ما كانتش في باله الحكايه دي يبتدئها دلوقتي وهنغفر له اللي فات ولا كانش عارفه. نعم. ويغفر لكم ذنوبكم اللي هي ايه؟ اللي فررتم منها عن اتباعي فانا جبت لكم الحكم.
عشان تعرفوا عدالة ربكم انه ما عملش الحكم باثر رجعي، لا بعد ما اعلمكم كان يجب ان تفطنوا اليه بعقولكم، انما ما يبقاش حجه الا اذا كان بلاغا، والبلاغ جه فاللي فات نغفر ويغفر لكم ايه ذنوبكم، والله كما تعلمون غفور رحيم. قل ثانيه برضه قل اهي اطيعوا الله والرسول. احنا كنا زمان قلنا في امور في الامر بالطاعه جاءت في القران على 3 ألوان. مره يقول اطيعوا الله والرسول كهذه الايه، اطيعوا الله والرسول لم يكرر امر الطاعه بل جعل الامر واحدا، اطيعوا يعني المطاع الله والرسول الاثنين. الله اذا اتبعوني يحببكم الله، قال لك لان اصلا طاعتي طاعه مين؟ هي طاعه الله، يبقى انا ما بقولكش طيعني انا، ده انت بتطيع الله. اطيعوا الله، ولذلك لم يكرر امر الطاعه. ومره في ايه اخرى يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول، يعني يجيب عند الله اطيعوا وعند الرسول اطيعوا، يبقى مره يوحدوا امر الطاعه خلاص، ويعطف على المطاع الاول بمطاع ثاني، زي الايه اللي معانا دي اطيعوا الله وايه والرسول. ومره يقول اطيعوا الله انتهت دي، وبعدين يكرر امر ثاني يقول ايه واطيعوا الرسول. ومره يقول اطيعوا الرسول بس. ايه الحكايه دي؟ أم قال لك هي بألوان التكليف، لأن الأحكام اللي مطلوب منا أن نطيع فيها مرة يكون الله قد جاء بها والرسول أكدها بقوله، يبقى لما بطيع بالأمر الواحد ده بطيع مين؟ الله والرسول معه. مرة يأتي حكم من الله إجمالا ويأتي الرسول ليفصله. طب هو الأقيم الصلاة، أنا ما أعرفش الصلاة دي كام، لا كام وقت ولا كل وقت كم ركعة ولا ايه شغلته الله، وبعد ذلك الرسول يجيب لي، يبقى انا بأطيع الله في الاجمال واطيع الرسول في التفصيل. يبقى فيه طاعتين، فيه ايه طاعتين اثنين، اطيعوا الله واطيعوا الرسول. الامر المتحد يبقى اطيعوا الله ورسوله لانه امر واحد خلاص. الامر الذي جاء من الله فيه تكليف اجمالي وترك للرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، يبقى انا اطعت الله في الامر الاجمالي في ان الصلاه واجبه واقيمها. ايه الصلاه واجب اقيمها ازاي؟ كما يقول به، يبقى دي مطاعه ولا لا؟ ومره يجيء الحكم بالتفويض الاعلى من الله للرسول، يقول له انت قرر في المسائل دي يا الله. هو ما دام كده قال ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ترك للرسول ان يصنع اشياء ولا لا؟ ما دام ترك للرسول يبقى هو اداله بالتفويض العام، بالتفويض الايه؟ وما دام اداله بالتفويض العام يبقى انا لما اطيع فيما يقوله وان لم يقل الله به يبقى داخل. ولذلك كان لما يجي يقول له الواحد اي حكم مش موجود في القران يقول له ما دليله من القران؟ ما دليل ان الفجر ركعتين، ودليل ان الظهر 4 والعصر 4 وده 3؟ ايه الدليل؟ نجهر هنا ونجهر هنا. قال له غير بالك الدليل ايه؟ ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والدليل جاي من القران ولا لا؟ والدليل جاي من القرآن. يبقى الأمر بالطاعة جاء في القرآن على ألوان 3. اللون الأول إن اتحد المطاع في الأمر بالطاعة الله والرسول، يعطف الرسول على مين؟ على الجلالة. إن كان لله أمر إجمالي وللرسول تفصيل نقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب على الأول. وإن لم يكن لله حكم بل هو بالتفويض العام، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ده اسمه ايه؟ دي للرسول. اطيعوا الرسول، اطيعوا الرسول.
ثم ياتي بعد الله والرسول في اطيعوا واطيعوا. احنا قلناها مره ان هو يجي يقول واولي الامر، واولي ايه؟ هو قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر، مش جابها في مساله اطيعوا الله والرسول واولي الامر عشان يلتحموا في طاعه واحده، جابها في الايه اللي مفرق فيها اطيعوا الله واطيعوا الرسول علشان تفتن انه عند اولي الامر حدث شيء وهي ايه؟ اطيعوا. عشان نقول له ايه وهم ما لهمش طاعه ذاتيه، الرسول له طاعه ذاتيه، انما انتم مالكوش طاعه ذاتيه، طاعتكم من مستمده من باطن طاعه الله ورسوله، فلا طاعه لكم فيما لم يكن طاعه لله وللرسول. خلصنا من دي كده. قل اطيعوا الله والرسول، يبقى انتم ان كنتم حريصين على الحب من الله لكم، انتم بتحبوا ربنا، لكن انتم المساله ان ربنا يحبكم، مش كده الفايده تيجي من هنا على الاول. فادي اتبعوني، وفي التكليفات تعملوا ايه؟ اطيعوا الله والايه؟ والرسول. اطيعوا الله والرسول. فان تولوا يعني ايه؟ يعني لم يستمعوا اليك ولم يتبعوك. شوف بقى، فان الله لا يحب الكافرين. يا ستار، انتقلت الى الكفر على طول، انتقلت ايه؟ على الكفر. لما تولوا عن الله والرسول والى اخره يبقى انتقلت الى الايه؟ في تفظيع اكتر من كده بقى؟ ما فيش تفظيع اكتر من كده. وكلمه تولوا بقى يعني كانهم نفروا واعرضوا، مش خدوا الحكم وبعدين يعني الكسل ما خلاهمش يعملوا، جت من اولها. ولذلك احنا قلنا فليحذر الذين يخالفون عن اوامر الله انهم ما يفرقوش بين امر يتقبل على انه الحكم الحق وبين حمل النفس على الحكم. اوعى تيجي الشيء لا تحمله، لا تقدر على حمل نفسك عليه وتتسامى الى انك تنكره، لانك انت ان انكرت تبقى البعيد كافر. انما خليك مؤمن بيه ويقول له هو كويس بس انا مش قادر على نفسي، تبقى معصيه، بس تبقى ايه؟ تبقى معصيه فقط.